أنا في العيد وكله مشغول بالعيد، ويعني باللحمة بتاعت العيد وكده. وفي الوقت ده لقيته بيتسحب وطلع ورايا البيت. وبصراحة أنا كنت عارفة إن هو هيعمل كده، وعلشان كده حضرت نفسي كويس أوي، خصوصا إن أنا بقى اللي كنت بدور وراه مستنية اليوم ده بفارغ الصبر. وأول ما طلع لقاني واقفة له على البيت، قال لي إيه ده؟ انتي ايه اللي موقفك هنا؟ خضتيني. وقتها وضحكت بجد ومن قلبي. قلت له انا برضو اللي خضيتك. ليه؟ هو انت ما كنتش عارف يعني ان انا واقفه مستنيك؟ قال لي وانا يعني هعرف منين؟ قلت له كداب، انت عارف كويس قوي ان انا واقفه ومستنيك. وبعدين احنا هنفضل نتكلم هنا ولا ايه؟ ما تدخل. قال لي وافرض يعني افرض حد جه؟ قلت له انت عارف ان انا في البيت لوحدي، وعمتي تحت مشغولة بالعيد وبتفرق الأضحية على حبايبنا وكده. ف... فايه رأيك لو نفضل احنا هنا سوا نتكلم شوية، وأعمل لك كوباية شاي تظبط دماغك؟ فقالت لي والله فكرة، أنا هعمل كده. قلت له ماله، وأنا هستناك. وقتها نزل البيت عندهم، اتأكد إن مراته لسه مشغولة، راح متصل بيها قايل لها إن هو رايح مشوار، يعني هيخلص كام حاجة كده ويرجع على البيت. وبحكم انشغالها هي باللي بتعمله كل سنة، قالت له ماشي يا حبيبي، روح بس ما تتأخرش عشان نتغدى سوا. وهو طبعا في الوقت ده وافق. وبعديها طلع على عندي. كنت أنا حضرت الفطار وحضرت كوبايتين شاي نشربهم سوا. وبعدين قعدنا نتكلم. قلت له احكي لي بقى، مالك؟ انت بقالك فترة ليه بتراقبني من بعيد لبعيد؟ قال لي انا. قلت له ايوه انت. على فكرة انا واخدة بالي ودايما بشوفك وبشوف بصاتك ليا، لكن بصراحة مكنتش فاهمة انت هتتكلم وتقول لي يعني اللي في قلبك. لقيته بصلي وقال لي بصراحة كده؟ قلت له ايوه بصراحة، انا احب الصراحة جدا، ويا ريت تفضل كده تتكلم بصراحة. ولعلمك لو كدبت كدبة واحدة بس أنا هعرف، أصل أنا عارفة كل حاجة أصلا، بس مستنياك أنت اللي تتكلم. لقيته قال لي طيب يا ستي، أنا هقولك على كل حاجة وبصراحة. بصراحة كده أنا من يوم ما جيت هنا وانتي شاغلة قلبي وبالي وتفكيري وكل حاجة، و... وبصراحة كمان أنا مش قادر أستغنى عنك، وبقيت انتي في حياتي كل في الكل. حتى عمتك ما بقتش افكر فيها، انتي بقيتي شغلة كل تفكيري. قلت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال لي مالك، اتصدمتي ليه؟ مش انتي قلتي لي ان انا عارفة كل حاجة؟ اتصدمتي ليه دلوقتي؟ قلت له انا ما اتصدمتش، انا بس استغربت. قال لي استغربتي؟ استغربتي من ايه؟ قلت له ابدا ولا حاجة. انا انا هقوم انا هقوم اعمل شوية حاجات في المطبخ، وانت انزل روح لعمتي قبل ما تحس بتأخيرك أكتر من كده. لقيته مسك ايدي وقال لي انتي ليه بتتهربي مني؟ هو انا ضايقتك في حاجة؟ انا قلتلك اللي في قلبي وبكل صراحة. ما كنتش عارفة اقول له ايه. بصراحة اتخضيت قوي، اتخضيت من كلامه. اول مرة حد يكلمني بالصراحة دي. ووقتها كنت عايزة اقوله ان انا زيك تمام، معجبة بيك برضه، واني من زمان قوي حاطة عينيا عليك، وعارفة ان انا دايما قدامك، وعارفة كمان ان انت بتفكر فيا اغلبية الوقت. لكن كنت مكسوفة قوي اتكلم معاه
ما كنتش عارفة أجيب حلو إزاي، لكن هو اللي جه واتكلم. وفي الوقت ده كان لازم كان لازم أكون أنا كمان قد كلامي. ما صدقت إن هو اللي جه واتكلم. وبعدين وبعدين بصراحة كده هو كان شاب طول بعرضه زي القمر. أصل عمتي كانت هوايتها إن هي تتجوز الرجالة اللي أصغر منها، ما تحبش اللي في سنها ولا اللي أكبر، تحبهم كلهم أصغر منها. وأنا كنت ببقى عارفة ومتأكدة أي حد بيتجوزها بيبقى بس عايز فلوسها، ولا أكتر ولا أقل. وفضلنا بقى على الحالة دي لحد ما بقينا أنا وهو قريبين من بعض جدا، وبنحكي لبعض أسرارنا. ومن ساعة يوم العيد ده وأنا وهو على طول بنتقابل. أصل أنا من ساعة موت أمي وأبويا وأنا قاعدة في شقتي لوحدي، إحنا أبويا وأخته اللي هي عمتي كانوا قاعدين في بيت واحد، وأنا ماليش أخوات، وعمتي ما بتخلفش. علشان كده كنت أنا عارفة ومتأكدة إن كل الخير ده كله في الآخر راجع ليا. لكن كانت عمتي بتحب أوي أوي الجواز الكتير، وزي ما قلت لكم أي حد كان بيتجوزها كان بيبقى أصغر منها وبيبقى متجوزها بس علشان خاطر الفلوس، إن فلوسها ياما. وأنا هو ده الوحيد اللي دخل قلبي، ومحدش يسألني اشمعنى هو. أنا نفسي لحد اللحظة دي، لحد اللحظة اللي بحكي لكم فيها، وأنا مش عارفة اشمعنى هو، لكن بصراحة حبيته، خصوصا بعد اللي جربته وشفته معاه. أول مرة حصل بيني وبينه الموضوع ده مكنتش مصدقة نفسي، إحساس جديد عليا، حاجة أول مرة أجربها. قلت له يخرب بيتك، أنا ما كنتش فاكرة إن الموضوع ده بيدوخ كده. قال لي ضغطي. قلت له ضغط؟ هو أنا ضغط بعقل؟ أنت اللي عملت فيا كده، منك ومن عمايلك كده برضو. قال لي قال لي بس أنا. قلت له بس أنت إيه؟ أنت تكمل كل اللي أنت بتعمله ده وتستنى على حال ده. أنا مستحيل بعد كده أبعد عنك. بصراحة من اليوم ده ما بقيتش قادرة أستغنى عنه، ولا حتى عن وجوده في حياتي. هو عودني عن حاجات كتير قوي في حياتي، وبصراحة أنا ما كنتش عايزة أكتر من كده. إيه اللي ممكن أي ست في الدنيا تعوزه غير كده؟ أنا ما كنتش عايزة غير حد يفهمني ويحس بيا، يطبطب عليا وقت ما أكون محتاجاله، وأحس براحة طول ما هو موجود. في وجوده ألاقي الأمان اللي بتمناه، كل حاجة حلوة. بصراحة أجمل سنين حياتي كلها عشتها في الوقت ده. المشكلة إن حصل خلاف بينه وبين عمتي، والخلاف ده أدى إن هما يتطلقوا. هو كل ما يكلمني يقول لي عادي، مفيهاش حاجة، أنا وإنتي ملناش ذنب، نتقابل عادي وأتجوزك برضه عادي. لكن لكن طبعا أنا مش هينفع أعمل كده. وبصراحة مستعيبة خالص إني أعمل الموضوع ده. علشان كده بقى أنا جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى تفيدوني وتقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم، وكمان هقراها كويس. وياريت تقولولي على الحل في أسرع وقت ممكن.